اهم ريد فلاجز بتظهر عند الراجل وبعد كده نخش عند الست. يبقى هو اللي في ايده جرعه الدوبامين بتاعتها. ما خلاص دلوقتي برضه الشوكولاته دي خلاص دي ريد فلاج لوحدها. عريس يا مايا ولقيته. في كده احيانا بحس ان في بعض البنات بتتجوز مش عشانه، هي بتتجوز علشان تاخد اللقب. الواي اللي ورا القرار ما كانتش صح. وانت خانقني اصلا. الناس لبعض رسائل فتره التعارف وفتره الخطوبه. too good to be true. من انتم يعني انت مين فيهم بقى؟ لا يلا مع السلامه من بره شكرا بقى يعني تمام. ما فيهاش قعده تانية. ليه بطالب الطرف التاني انه يبقى شبهي؟ فهي بتبقى مرعوبه من جوه ومفيش حد بيطمنها. وعاده الراجل مش هيرتبط بالست اللي اظهر ضعفه ليها ومش هيكمل معاها. خليك انت على دكه الاحتياطي. بالظبط كده. هو انت عايزه تتجوزي ليه؟ وعدى سن 50 وكانت واحده. في اهداف في الحياه واحنا بنعملها بتكون معلنه، وفي اهداف تانية بتكون غير معلنه بتبقى وراها سر، زي السر بالظبط اللي ورا باش كوتش. احنا لسه ما قلناش باش كوتش ايه السر بتاعه، لكن نقدر نقول النهارده سر من اسرار العلاقات. كلمه مشهوره قوي، ريد فلاج. يقول لك ريد فلاج اهرب، ريد فلاج اهرب. ايه الموضوع ده؟ مشرفانا باش كوتش اسلام طلب. ازيك يا كوتش؟ اهلا بيك. ازيك يا كوتش محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد والشكر لله تمام. انا مبسوط جدا ان انت معانا. ميرسي. وان شاء الله يعني نكسر الدنيا ان شاء الله. نشوف بقى موضوع العلاقات والريد فلاج. خلاص تمام. عايزين نبدا من الاول خالص. احنا مين قال ان هي ريد فلاج؟ هل هي كانت كتاب ولا نظريه ولا ايه الحكايه؟ فكره الريد فلاج هي مرتبطه بفكره ان اللون الاحمر دايما لون مرتبط بالالارم، احذر، خد بالك، في هنا حاجه بتقول حاجه. واحنا ديننا ما فيش حاجه ما ذكرهاش، بس احنا دايما بناخد منهجياتنا غربيه شويه، لكن لما بنرجع لمرجعيتنا احنا بنلاقي ان عندنا ريفرنس للحاجه دي. ايوه. ففي آية في سورة يونس بتقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الآية ديت بتقول إن إحنا في ريد فلاجز، في إشارات ربنا بيبعتها، بتبقى بعتة بتقول لي في ألارم هنا، في حاجة بص عليها، ركز معاها، بس إحنا بنتجاهلها بوعي وبدون وعي. هي دي الريد فلاجز اللي ربنا بيبعت لي بيها رسائل في فترة ما قبل الزواج لحد قبل الجواز بيوم، والإشارات بتبقى موجودة، ربنا بيبعتها لي وبيقول لي بيها رسائل، يا إما أنا أخد الرسائل دي يا إما أتجاهلها وأكمل زي ما أنا. حلو قوي. طيب الريد فلاج عرفنا ايه هي، طب هل في الوان تانية ولا هي ريد فلاج بس؟ في ألوان تانية. يعني هي مرتبطة بإشارة المرور. فاللون الريد لون تو ستوب، أقف واحذر وخد بالك قوي. في اليلو فلاج، اليلو فلاج فلاج محتاج تو انكواير، محتاج أسأل، أستفسر، أقرب من الشخص خطوة وأحاول أفهم، أشوف الحاجة ديت عرضية مرة ولا متكررة بشكل مستمر، فبالتالي أقدر أخد الموقف ده وأحطه ناحية الريد فلاج، أو أقول لأ ده كان حاجة عارضة، أو حاجة الشخص ده اشتغل عليها، أو كان موقف ما وعدى مرتبط بموقف معين لكن مش ده النورم بتاعه. وفي طبعا الجرين فلاج ده اللي هو ايه، تمام انا عماله اشوف حاجات بتديني امان عاطفي، وعلشان اعرف كل فلاج من دول يعني كل واحد ليه سؤال. لو سألت نفسي الموقف ده بيصدر لي امان عاطفي فده جرين فلاج. لو سألت نفسي الموقف ده بيصدر لي خوف، قلق، توتر، مش حاسس بالامان العاطفي، يبقى ده ريد فلاج. الموقف ده بيثير جوايا علامة استفهام، فأنا هنا على يلو فلاج، محتاج أسأل واستفسر وأفولو أب عشان أشوف هروح على الريد ولا على الجرين. حلو قوي. وانا بحضر الحلقه افتكرت الكروت بتاعت ماتشات الكوره. احنا بندي انذار اول، انذار تاني، بعد كده على طول ادي خط احمر، اوت، اخرج بره. فاحنا بحس احنا احيانا كده بنأفور شويه في العلاقات، واول ما اشوف ريد فلاج اقول له امسك ادي الدبله بتاعتك على طول، ما نرغيش كتير. لكن واضح من الكلام لا ده انت في حاجه اسمها يلو.
اللي هو بالظبط زي ماتش الكوره، انا بديك انذار التاني اه بعد كده ناخد الاحمر ونمشي. اه فازاي او اعمل ايه في العلاقه عشان اقول له بص انا واخده بالي ان انت مش مظبوط، مم. اعمل ايه؟ والكلام بالعكس برضه عشان الناس اللي بتتفرج بتفتكرش ان احنا ايه بنتكلم ان الراجل هو الكخه، يعني عادي تمام ممكن طبعا. الريد فلاج مم. يبقى عند البنت. مم. ازاي اقول له ان انا واخده بالي، اعمل ايه في الفتره اللي هي اللون الاصفر؟ تمام. في فترة التعارف اللي في الأول خالص أنا محتاج أشوف إيه الحاجات المتكررة وأبدأ يعني أتابعها الحاجة ديت، أبدأ أنكواير بقى، أسأل، أقرب. ممكن يكون في حاجات مرتبطة بالفاليوز، بالقيم بتاعة الشخص ده، وأنا لسه مش عارف القيم المميزة عند الشخص ده. فمثلا هو عنده سلوك مرتبط بالفاميلي، وهو عنده قيمة الفاميلي من القيم العليا. فبالتالي بالنسبة لي هي حاجة غريبة قوي إن هو رايح وجاي مع مامته وأخته وأهله مرتبط بيهم زيادة. لا ده ريد فلاج، لا أنا مش هقدر أكمل مع العيلة دي، لا مع السلامة. طب ما يمكن هو حد عنده الفاليو بتاعت الفاميلي عالية، فمحتاجة اخد ستيب باك وابص بس شوية وانكواير، اسأل. بلاش نصدر لبعض insecurities. يعني الفكرة بس في التسرع في ان احنا لا يلا مع السلامة. إيه، ان احنا بنصدر للناس insecurities، اللي هو انا اي تصرف ممكن يكون عرضي او موقف ما مرتبط مثلا بان شخص مرهق، شخص تعبان، موقف ما تكررش غير مرة مثلا، حتى لو هو موقف مش كويس سلبي بس هو حصل مرة وما تكررش تاني. او لو عاتبتك مثلا في الحاجة ديت فانت قلت لي اه فعلا انا هاخد بالي من الحاجة دي، ففعلا ما تكررتش، فخلاص ده يلو فلاج واتقفل على كده، وبقت طمنت وبقت ناحية الجرين. لكن مش الموقف اللي محتاج ان انا اخد الخطوة واقول لا اكزت انا همشي واحط الريد فلاج. لكن في حاجات لا هي بتبقى ريد فلاج وفروم ذا فيري بيجينينج، واضحة جدا من الاول. اوكي. فبالتالي لا انا هنا محتاج يعني اتخلى عن العلاقه وبشكل مهذب برضو، لان في ناس بتعمل لقطه انها just they leave، يعني أو بس بيمشي. اه فاللي هو بيمشي ما تقول لنا حاجه يعني، ما تقول حاجه وانت ماشي يعني. ايوه ايوه. ليه نصدر للناس insecurities؟ فبالتالي الريد فلاج، انا شفت حاجه ما ارتحتش، حد مثلا بيدي ميكسد سيجنالز، مم. بيدي اشارات عكس بعض. يعني جاي بيتكلم في كوميتمنت وارتباط ومتفقين على كل حاجه، وفي نفس الوقت بيعمل جوستنج ويختفي، تتصل ما بيردش، او البنت ايوه طبعا. ما بتردش. فاللي هو من انتم يعني انت مين فيهم بقى؟ هو احنا رايحين ولا راجعين؟ طب ولا انت ولا خفت لا؟ بقى لما قربت؟ يعني برضو بيبان اخر، يعني احنا كنا كويسين جدا في اول فتره الخطوبه، وفي اخر فتره الخطوبه بدانا يحصل حاجات غريبه، انت بقيت تتعصب اكتر، بقيتش ترد عليا، ما بقيناش نخرج زي الاول، فانت ايه قلقان، انت عايز تغير رايك، فهي بتبقى مرعوبه من جوه ومفيش حد بيطمنها. خليني اقول لك حاجه كمان، يعني معظم الرجاله من الفاليوز العاليه عندهم الحريه. امم. ففكره الجواز في حد ذاتها والقرار ده من اصعب القرارات اللي بياخدها في حياته، نعم. اللي هو انا رايح اتدبس وبمزاجي، يعني بمزاجي انا رايح. فبالتالي هو محتاج حد يطمنه فعلا. وفعلا بيجي في الفتره اللي قبل الجواز دي تحسه ايه، هو ينفع اجري ولا ايه؟ بس اللي هو عايز ياخد الخطوه. فهو الموضوع بيبقى محتاج بس ان احنا نبطل نصدر لبعض insecurities، بلاش نسيب علامات استفهام، حلو قوي. طب نكلاريفاي. كم مرة كتبت دودو ليست يومية وعلمت على حاجتين بس من 7 حاجات، واعتقدت المشكلة كانت في الوقت وانك مش لاحق تعمل كل حاجة؟ الحقيقة ان المشكلة ما كانتش في وقتك، المشكلة كانت في طاقتك. يبقى عشان تعرف مصادر طاقتك وازاي تديرها وتستخدمها خلال اليوم، وكمان تقدر تحقق تناغم بين الحياة المهنية والشخصية، يبقى انت محتاج تكون واحد من 8 افراد في جروب كوتشنج ريست تو بيست. لو حابب تبدأ رحلتك في إدارة طاقتك، سجل دلوقتي من خلال اللينك الموجود في وصف الحلقة. طب قبل ما نروح للريد فلاجز بقى ونمسكها واحده واحده، ولا عند الرجاله ولا عند الستات، خلينا بس يعني نقول للناس ان ممكن احيانا ان انا اكون انا اصلا عندي ريد فلاج، لان انا بلاحظ ان احنا دايما بنرمي اسقاطات وبنعمل احكام على الناس ان انت عندك ريد فلاج. فانا بص بقى، انا مذاكره وجايه لك بقى، فانا مستنياك اول ما انت هتغلط 1 2 3 اقول تشيك ليست كده، ده عمل 1 و2 و3 اذا ده ريد فلاج، وتهرب وتبقى هي كده البطله. لكن ممكن احيانا العكس، ان هي اصلا هي ممكن تكون هي اللي عندها حاجات بس هي مش شايفاها. ف
بنعمل ايه علشان نبقى احنا اصلا واعيين بنفسنا احنا عندنا ريد فلاج ولا جرين فلاج؟ صح. بص، ده للاسف جحيم الوعي. اللي هو ايه؟ حد بيبقى قرا بقى كتير وفهم كتير وشاف تجارب حواليه كتير، بس هو ما اشتغلش على نفسه بجنيه. حلو قوي ان انا عرفت المعلومه وفهمت، طبقت ده على نفسي، شفت انا فين من اللي انا بقراه وبسمعه ده. لا، انا جمعت معلومات، بقيت واعي قوي، عمال بقى انظر على الكل، ده كذا، ده دي كذا، ده أوكي. طب وحضرتك، مفيش حد ما عندوش مشاكل، مفيش حد الباك جراوند بتاعته ما فيهاش لخبطه. فانا محتاج قبل ما اشاور على الناس، لا اشاور على نفسي. ما اكيد انا عندي ايشو، اكيد في حاجه ما عندي محتاج اشتغل عليها اصلا. فانا قبل ما اشاور على الناس، يعني لو كل واحد بص في ورقته وشاور على نفسه، محدش هيزعل من حد. حلو، ما هو ده بقى اللي جايين عليه بقى في بقى الحلقه او الجزء الجاي ده، اللي هو اهم جزء اللي هنقوله دلوقتي، اللي هو ممكن يكون فيا او يكون في الشخص اللي انا داخل ان انا ارتبط بيه. صح. فالريد فلاج او ريد فلاجز بتبقى مقسومه فترتين، فتره فتره التعارف وفتره الخطوبه. فخلينا نبدا بفتره التعارف. ايه الريد فلاجز اللي ممكن بتظهر؟ اهم ريد فلاجز بتظهر عند الراجل، وبعد كده نخش عند الست، وبعد كده نخش على المرحله اللي بعدها. تمام. في فترة التعارف في الأول خالص، قبل خطوة الخطوبة، في بعض الحاجات كده بتظهر بتبين لي. أول حاجة، لو أنا شايف إن الشخص ده خارج من تجربة سلبية، يعني أنا عارفه أو من الجروب أو من الكوميونتي بتاعي، وعارف إن الشخص ده خارج من تجربة سلبية ولسه بيتعافى منها، الشخص ده لسه أصلا مش متزن، هو مش واقف بنفسه ومحتاج سبورت، وانا بقى داخله في مرحله سبورت، ادعم وطبطب، ومتخيله ان انا ايه، انت مش عايزاني هاخد انا يا حبيبتي. هو لا، هو حطك في فريند زون اصلا، وفضفض معاكي واظهر ضعفه، وعاده الراجل مش هيرتبط بالست اللي اظهر ضعفه ليها ومش هيكمل معاها. فدي لقطه. تاني لقطه، ان الحد يكون too good to be true. اوكي. اللي هو فين الغلطه؟ اكيد في حاجه غلط، يعني كامل الاوصاف ده، كامل الاوصاف، كله بيرفكت، مفيش حاجه خالص. لا، ما احنا بعد الجواز هيبان بقى. بالظبط كده، no one is perfect، يعني البرفكشن في الجنه ان شاء الله. فالحد ده محتاج ان انا بس اخد ايه، ستيب باك، يعني بلاش فرحه البدايات قوي كده، اللي هو ايه، عريس يمايا لقيته. فلا، في حاجه يمكن انا مش شايفاها، في حاجه لسه مش واضحه. قد يكون الحد كويس تمام، بس ده لا يمنع ان عنده عيوب نحطه تحت اختبار، قد اتعايش معاها عادي. في عيوب اقدر اتعايش معاها، وفي عيوب لا. وده ياخدنا للنقطه الثالثه، ان الشخص يكون كويس جدا وفي كل المميزات، بس عنده عيب انا ما استحملهوش، عيب واحد، بخيل مثلا. فالشخص ده مهذب وابن ناس ومتربي ودارس بره وجوه وعامل كل حاجه، بس هو بخيل. فانا ما للاسف مش هينفع اكمل. ساعات بقى ايه، ناخده استخسار، هو لا انا ههندله ان شاء الله بعد الجواز. طب البسيه بقى، يعني مش هتهندليه، هو اللي هيهندلك تمام. ايوه بالظبط. فدي من الحاجات اللي محتاجه اركز عليها قوي في مرحله التعارف. كمان في مرحله التعارف او اللقاءات الاولانيه، سواء كان جواز صالونات او الناس اوريدي عارفه بعض، ان الاقي الحد بيتكلم ماني اورينتد، ده انا جايب كذا بكذا، ده انا عملت كذا، ده انا جايب عربيه ما بقعدش غير في الكافيه الفلاني، دايما بسافر بره مصر، ما اعرفش اسافر هنا جوه مصر. فهو الكلام كله بفلوس كتير قوي. يعني حاجه كده بترز ايشوز غريبه، اللي هو في ايه، ايه الفلوس المنطوره دي كلها؟ فدي حاجه مقلقه. او بيكون سكس اورينتد، وفي ناس بتعمل كده، اللي هو بيتكلم عن مواصفات جسديه وبريفرنسز بتاعته في العلاقه الحميميه. حضرتك ايه اللي ودانا هناك؟ ايه اللي ودانا هناك؟ ده اللي يعني from the very beginning انت بتتكلم في ده، فده اختراق للحدود. ده حد مش مهذب ومش بيحترم حدود الطرف التاني. لان مش ده الوقت بتاع الكلام في تفاصيل زي دي. فالنمطين دول من الشخصيات يخلوا الواحد ياخد ستيب باك كده في مرحلة التعارف، ويتقل شوية، يطلب مقابلة تانية لو حاسس ان هو ممكن يكون لسه في حتة يلو مش واخد القرار قوي، فنتقابل مرة كمان.
لكن لو بعد مرة كمان لاحظ حاجات زي كده بتظهر تاني من بره شكرا بقى، يعني تمام. ما فيهاش قعده تانية. طب احنا كده نفترض ان حد ذكي جدا وسمارت قوي ومذاكر قوي الريد فلاجز وعارف نفسه، فقال لك بصي انا عارف انا عيوبي ايه، وانا دخلت في علاقه واتنين وفشكلت بسبب ان الناس بتقفش الموضوع ده فيا، فانا بقى ايه هبقى ذكي، فمش هيبانها في فتره التعارف. يعني هو قعد 3 قعدات معاها مثلا ما بينش حاجه، دخلنا فين؟ خطبنا. تمام. الخطوبه لا، في سيتويشنز هنتعرض ليها. صح. ممكن انا عندي فرصه كبنت احطه في اختبارات. صح. طب نعمل ايه بقى؟ يعني ايه الريد فلاجز اللي تظهر بقى؟ هو خلاص احنا ضحك علينا في الفتره اللي فاتت، اللي جايه بقى الفتره اللي في الاول دي، في ناس بقى ايه فعلا بتعرف تبقى هيدن، يعني بتعرف ايه تخبي اللخبطه اللي جواها، وبتبقى تو جود فعلا بالشكل اللطيف، وبوكات الورده رايحه وجايه والدنيا جميله جدا. خلاص دلوقتي ورده وشوكولاته دي خلاص دي ريد فلاج لوحدها. ورده وشوكولاته الحق نفسك. اجري بسرعه. فالدنيا بتمشي. بنيجي بقى في فتره الخطوبه غصب عنه بتبقى فيه فلتات او عنها، يعني سواء الولد او البنت. خلينا نتكلم عن البنات شويه الاول علشان يعني الناس ما تفتكرش ان احنا بنتكلم عن الرجاله بس. في توازن. في بنت بتتعمد ان العلاقه تبقى دايره مغلقه. احنا بتوع بعضينا. ايوه خلاص انت بتاعنا، انت لا ليك اصحاب ولا ليك حبيب ولا قريب ولا حد تعرفه، انت بتاعي، ملكيه خاصه. انت ما قلتليش ليه وانت نازل؟ انت ما كلمتنيش ليه وانت طالع؟ انت خرجت من الشغل بدري النهارده، امال انت كنت فين الربع ساعه اللي اتاخرت فيها ديت؟ فبتبدا تحس ان في حاله تملك غريبه، في مراقبه طول الوقت. لا ما تخرجش مع اصحابك، لا انت اتاخرت كده النهارده. ففي ميل للدومينيشن، للتحكم بشكل مزعج. وزي ما قلت لك من شويه، الرجاله من الفاليوز العاليه عنده الحريه. اللي هو لا انت مش جايه تخنقيني، بعد شويه هيفرفر. عند البنات كمان انهم عندهم حاجه بقوا يعملوها كده للاسف توكسيك، fear of missing out. اوكي. في واحد اتقدم كويس، شغال على نفسه، سافر الخليج يشتغل وبيأسس وبيحبها وبيموت فيها، وخطب توكل على الله تمام. تيجي لي بقى في السيشن، بصي هو انا كل اللي يشوفني يقول لي انتي اتسرعتي في الخطوه ديت، انتي كان هيجيلك حاجات احسن، انتي تستاهلي حاجه كويسه، فايه رايك اخليني مخطوبه ليه، يمكن بقى يجي حاجه احسن، فيعني ابقى فركش. وبتتكلم بكل اريحيه، يعني اللي هو طب ازاي يعني احنا حاجزين ده واخد الميداليه الفضيه، على ما يجي واحد تاني نبقى نشوف هنديله الذهبيه ونرقيه. خليك انت على دكه الاحتياطي. بالظبط كده. هتحتاجك ممكن تنزل تلعب. اديك شغال على نفسك. اديك حاجز وربنا يكرم. فده بيبقى سلوك توكسيك جدا. لو هي البنت مش حابه لحد فعلا وعايزه تكمل معاه هو ومختاراه، فما انصحش اي شاب انه يرتبط ببنت هو حاببها بس هو مش متاكد ان هي كمان حباه وعايزه تكمل معاه، او وافقت عليه لمجرد ان هو اللي بيحبها، مستخسراه، يعني من الاخر كده واخده استخسار، اصله بيحبني. يعني رفقه، انا برفق بيك، يعني انت مش لاقي حد وسنك كبر، استخسار. يعني ماشي. استخسار. هو بيحبني، فانا هو شاري، فانا خلاص هاخده، يمكن يجي حاجه تانية اوكي، ما جاش يبقى هو بيحبني اولى برضه. طب جالي سؤال دلوقتي في دماغي كده، خليه كده نقوله. هو في كده احيانا بحس ان في بعض البنات بتتجوز مش عشانه، هي بتتجوز علشان تاخد اللقب. بس احنا ما بنعرفش هي، ودي ممكن تكون يعني اتجوزت عشان تتقال ان هي اتجوزت، فكل اصحابها اتجوزنا وانا معاكم زيكم، يعني بقى صبرت بس انا ايه، انا معايا احسن الكريمه شويتين، تاخد اللقب التاني، تاخد بادج بقى، الميداليه بقى، الميداليه الذهبيه ان احنا جبنا بيبي. تمام. بس انا برضو كل ده انا مش الراجل ده مش في دماغي، فممكن بعد 15 سنه اقول لك شكرا، يعني عادي انا خدت الالقاب دي وتمام كده ساتسفايد وانت خانقني اصلا. هل ده ازاي يبقى يعني انعكاس ده كريد فلاج ايه في فتره خطوبه؟ اعرفها ازاي؟ دايما لما بندي كورسات للبنات المقبلين على الزواج نقول لهم ايه، هو انت عايزه تتجوزي ليه؟ ايه السبب ان انت عايزه تتجوزي؟ اكمل نص ديني. فنبدا نسال الاجابات بقى التقليديه، اكمل نص ديني، اعمل بيت،
سني عدى ال30 وما ارتبطتش، مع ان دلوقتي بقى النورمال اصلا ان السن عدى ال30 وال35. يعني الاجيال اللي موجوده دلوقتي لا هم واعيين قوي ومش عايزين يعملوا الخطوه دي بدري، ونضجهم بقى معدي ال30. ننزل لهم الاحصائيه بتاعت العالم عشان يطمنوا ان مصر عادي جدا ممكن عادي. تبقى زي اي دوله عادي. نتجوز بعد الاهالي بقى ال30 هي اللي عادي. بتضغط، الاهالي اللي بتضغط، لا حرام انت بتتبطري. ده بقى من ضمن الاسباب برضو. عايزه تتجوزي ليه؟ اصل انا بيجي لي عرسان كتير وبيقولوا لي انت بتتبطري. ما هو مش معقول كل دول وحشين. كان في مسلسل اسمه نصيب، كانت واحده من الشخصيات اللي موجوده قعدت تتنك على ناس وكلهم كويسين، رجل الاعمال رفضته، ضابط الشرطه رفضته، كله رفضته. في الاخر جايبين في الاخر خلاص بتعترف ان المشكله كانت ان بابا وماما مطلعينها زياده عن اللزوم وشايفينها ان هي لازم تختار حد مش اي حد يقبل بيها، فجالها اقتناع ان هي اغلى من كل الناس وهي عاديه جدا مع انسان عاديه. وعدى سن ال50 وكانت وحدها. ده بقى سيلف ستيم متضخم. يعني هي عندها مشكله. ما هو ده ريد فلاج. وفي العكس تماما، سيلف ستيم واقع، اهلك محسسينك انك يا بنت ارضي، يا بنتي هو انت كل واحد تتبطري عليه، هو انت ما فيش حاجه عجباكي. فتبدا البنت تشك في نفسها اللي هو طب خلاص ماشي مين ده؟ انت عايزاه فعلا؟ لا بس مش معقول كل دول وحشين. اللي حواليك شكك في نفسك. ايوه يعني بعد الجواز حوالين يعني الجدران اللي هتجمعنا هيبقى بقى مليانه اعلام حمراء كتير، هيبقى مليانه احمد فقط. لان القرار انا خدته، الواي اللي ورا القرار ما كانتش صح. ان انا عايزه اتجوز وخلاص لان اصحابي كلهم اتجوزوا، انا دفعتي كلها اتجوزت وخلفت مش فاضل غيري. يبقى الولد والبنت في فتره الخطوبه من الحاجات اللي بتحمي نفسهم من اي ريد فلاج فكره الواي. انت اتجوزتيني ليه؟ تمام. وممكن نسال سؤالين، يعني انت عايزه تتجوزي ليه في المطلق؟ وجوزتيني انا ليه؟ بالظبط. صح. فهيبان لو في تباين ولا في تشابه في الاجابات ولا ايه الموضوع. صح. حلو قوي. ايه تاني من الريد فلاجز فتره الخطوبه؟ هقول لك ان الولد او البنت يبقى عايز يعزلك عن اللي حواليك. لا صحابك دول مش عارفه ايه، لا اختك مش مريحه هي وجوزها وقرايبها، لا فتبدا دايرتها تتقفل عليه، هو بس مصدر السعاده بالنسبه لها. خروجات مع اصحابها لا، خروجات مع اهلها لا، ويبدا يقنعها فعلا ان هي بتتبسطش معاه، وتبدا تبقى بتتبسط معاه هو بس. فبالتالي يبقى هو اللي في ايده جرعه الدوبامين بتاعتها. انا اللي هديك الجرعه وانا اللي هاخدها منك، واعرف امتى اقدرك وامتى ابسطك. وده بيبقى شخصيه توكسيك، يعني للاسف هو عاده في الرجاله اكتر. اهم حاجه كلنا محتاجينها دلوقتي اننا نفصل، بس المهم نعرف نفصل ازاي ومع مين وامتى عشان نشحن نفسنا لباقي الشهر. احنا في انر فايف هنتقابل مره كل شهر لمده 3 ساعات عشان نشحن طاقتنا ونعرف نكمل باقي الشهر. مهتم تعرف ازاي؟ ادخل على اللينك اللي موجود في وصف الحلقه. نخش في العملي، كفايه بقى نخش في العملي عشان الموضوع، عشان بقى ايه، انا بقى دايما بنحب في الحلقات بتاعتنا ان احنا نقسم الموضوع كده فتره خلينا نعمل ريفليكشن على الكار. فتره تعارف، الفتره دي اول جزء في الحلقه احنا بنتعرف على التوبيك. تمام كده. فتره الاستكشاف اللي اللي احنا اتكلمنا فيها بقى ريد فلاجز بقى بالتفاصيل. بعد كده نخش فتره العملي، التنفيذ، الافعال، الاكشنز. فانا هبدا الاول من حاجه جت في دماغي اقولها للناس وتقولي رايك فيها. فتره الخطوبه يجيب كل واحد نوت بوك دي فيها 3 الوان، او هو يستخدم 3 الوان، الازرق، عفوا الاخضر والاصفر والاحمر، ويعمل جدول او يمشي بالورق كده. موقف حصل، احنا قاعدين مع بعض، قال لها ادفعي انت. سجل الموقف وشوف بعد كده ما انت شفت الحلقه دي هي فين الموقف ده. والله لا ده اول مره اعملها، يبقى خليها في اليورو. طيب كل ما نروح كل حته يقول لي ايه، ادفعي انت وانا بحاسبك بعدين بحول لك. اذا اليلو ده هننقله فين؟ ريد. صح كده، احنا بقى بنطبق اللي احنا قلناه في الحلقه. طيب في الريد ده نختبره بقى عشان نشوف هيرجع تاني جرين ولا يلو، ايه الباك جراوند من ورا الموضوع ده. فممكن يطلع ان هو استسهال، ممكن يطلع ان بابا كان بيعمل كده مع ماما، ممكن يطلع حاجه، فبالتالي اخد اكشن، اخد قرار بقى. صح. اكمل ولا مش هكمل؟ صح. بناء على الاجابه. صح. لكن ما اخدش طبعا قرار بسرعه اللي هو لا ده طلع بخيل. لا واحده زي ما حضرتك قلت. نسال
فدي التول الاولى اللي انا ايه قلت ايه افكر فيها. تمام. وهسيبك بقى تقول لنا التول بس برسمه. تمام. جاهزه؟ طيب التول اللي عندنا اسمها فلاج سكان. اوكي تمام. انا بعمل سكان اشاعه كده، باخدك اعمل لك الاشاعه، نطلع بيها الفلاجز اللي ممكن بعد الخطوبه على طول يلا نخرج. لا استنى، تعال نروح المعمل. بالظبط كده. نبدا نعمل ايه بس ايه سكان. ماشي. ده في خلال قد ايه يوم؟ لا ولا يومين. لا انا الموضوع مثلا من 2 weeks لشهر مثلا. ماشي. بقيم، بتاكد سواء للولد او البنت. اكيد. يعني الولد كمان يعمل سكان ويشوف الموضوع ده فيه فلاجز ظاهره ولا لا. تمام. طيب اول خطوه السكاننج نفسها. طيب خطوه السكاننج ديت هعدي جواها موقف حصل. أيوة. خلينا نتكلم بالامثله علشان يبقى الكلام عملي. حلو. احنا اتفقنا ان احنا نخرج نفطر سوا في مكان بكره الساعه 9. جه الميعاد وانت اتاخرت 9 10 جيت 11. حلو. وانا لابسه ومتشيكه وقاعده مستنيه، وبعدين انت جيت 11 قمنا معديين كده على الدرايف ثرو وجبنا قهوه وادتني القهوه ومشينا. فانا بقول لك ايه ده احنا مش هنفطر؟ قلت لي ايه ده هو انت ما فطرتيش؟ ده انا كنت فاكر ان انا طالما اتاخرت كده اكيد فطرتي. وبعدين كملت برضه شربت القهوه انا على لحم بطني مع الغليان اللي جوايا والهري والنكت طبعا من الموقف، وبرضه ما جابش فطار. طيب انا ببدا ده كده الموقف، دي الحكايه الموقف صح. تمام. ببدا اشوف الموقف ده متكرر، هل بيحصل كده كتير؟ ما انا عماله اسكان بقى. ايوه طبعا. على خلال بقى ايه اسبوعين اقل حاجه من اسبوعين. الشخص ده بيحور على طول ولا لا؟ فابدا اخش على الخطوه اللي بعدها ان انا اعمل كلاسيفاي. احط الشخص ما انا كلاسيفاي ده بقى عندي الثري فلاجز. يا اما جرين، يا سلام لو في الوان بقى، يا اما يلو، يا اما ريد. لو الموقف ده متكرر 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 وانا طول الشهر تقول لي هاخدك نتغدى وتلف وتحور وتروح وتيجي وما نتغداش، طول الشهر تقول لي يلا هننزل نروح نجيب الشبكه وننزل ونروح عند الراجل ونقف ومش عارفه ايه، في الاخر ما جبناهاش. طب بكره نيجي نجيبها بقى لحسن الفلوس ما كملتش. لو انت مش يعني في مواقف كتيره بقى انت جاي تحور، انا مش عارفه امسكك. مش عارفه امسكك بالظبط. مش عارفين نعمل حاجه كامله يعني. فانا هنا لا انا على الريد فلاج. ريد فلاج طبعا. وموقف واثنين وثلاثه. تمام. طب لو انا لقيت مثلا ان الموقف ده حصل مره، فانا قمت مقربه كده وسألاك هو انت في حاجه حصلت علشان اتاخرت؟ والله ده انا النهارده غصب عني اللي حصل كذا 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 وهعوض لك والله الموضوع ده، انا عارف ان انا النهارده ظلمتك معايا وقعدتي استنيتيني كتير. فبالتالي انا عملت انكوايري، استفهمت، والشخص التاني رد عليا صدر لي تصرف فيه ايموشنال سيكيورتي، في امان. اوكي. طمني. فانا وقفت هنا عند اليلو فلاج. اوكي ماشي. تمام. خلاص يبقى ده موقف واحد يلو فلاج. تمام. طب الشخص ده صلح فعلا وما عملش الموقف ده تاني وتعمد ان هو يجي ويخرجني الخروجه اللي بعدها ونروح نفطر الفطار الجميل ونقعد القعده اللطيفه سوا ويبقى في بينا كواليتي تايم، الوقت الحلو اللي بنقضيه سوا ده، لا انا كده تصدر لي جرين. جرين فلاج وايموشنال سيكيورتي. ودايما علشان اعرف الاجابه انا في اي واحده اسال نفسي هو الموقف ده صدر لي امان نفسي، ابقى انا جرين. الموقف ده محتاج انكوايري او استفهام، يلو. الموقف ده صدر لي توتر وضغط نفسي واختراق حدود وعدم امان، ريد. الله الله. اللي انا قلته كان بريف، انت قلت لي التفاصيل. طبعا انت خبره اكتر مني في الحته بتاعه الريليشن شيب كوتشنج يعني، فبشكرك عليها. استاذنك نوريها للناس عشان الصوره النهائيه تطلع وتبقى واضحه زي ما هم شايفين كده. رسمه تتكتب بعد كده في النوت بوك بتاعتك او في ورقه كبيره براحتك، انت تعامل براحتك. ونلون بقى طبعا معاك 3 الوان، مش معاك ازرق اصلا. ازرق ملوش علاقه اصلا. لون جديد اصلا. طيب خلينا جات لي في دماغي كده برضو حاجه ممكن نضيفها. فمن سيزون 1 بنحب حته الابداع في التكوين. الكوتشنج تولز دي بتستهويني يعني، فكل توبك بحب ايه احط حاجه كده وبرضو الضيف يستمتع بيها. فانا فكرت في الكوتشنج مودلز بتاعتنا دايما بتبقى فيها حروف وكل حرف ليه معنى.
فخلينا لو قلنا فلاج، فكلمه فلاج قلت حرف الاف يعني فيلينجز، فنسال سؤال، هو الموقف ده حسسني بايه؟ لو حسسني احاسيس طيبه ايجابيه خير، حسسني احاسيس مش مظبوطه متعبه يبقى خد بالك. صح. طيب تعالى نخش على السؤال الثاني، حرف ال لينك، هو ده زود الارتباط اللي بينا، اللينكينج اللي بينا، ولا كسره عمل فيه شرخ وفي مقص كده جه فجاه؟ السؤال اللي بعده حرف الايه الاكشن، هو خلاني اخد اكشن اتجاهه طيب، ولا خلاني انفر منه واخدت اكشن ما ردتش عليه زعقت فيه؟ في اكشن انا خدته عامل ازاي؟ اخر حاجه حرف الجي اللي هو الجول، الجول اللي هو الهدف المشترك بين الاثنين، هو الجول اللي احنا كنا متفقين عليه من الاول اللي احنا رايحينه بسبب الجوازه، هل اللي احنا السيتويشن ده يخدم الجول ولا يخليه يعطل؟ فالاربع اسئله دي جت في دماغي عظمه انت تيجي تشتغل معانا في الريل يعني اسيستنت بعد اذنك. ما شاء الله عليك، جميل جميل، لان احنا فعلا في جول احنا مجتمعين علشانه. فهل اللي بيحصل ده بيسرفس على الجول ده، ولا احنا يعني الناس لبعض رسائل؟ لو وجودك في حياتي مش هيبقى اضافه ليا ويحسن مني يبقى ملوش لازمه، والطرف التاني نفس الكلام. فبالتالي لو الحد ده مش هيطلع مني النسخه الافضل يبقى ملوش لازمه. فانا بسال نفسي جوه العلاقه دي مطلعه مني نسخه كويسه ولا نسخه مش كويسه؟ الله. حسب الاجابه دي بقدر اخد قرار كمان ان انا هبروسيد ولا اخد الريد فلاج واكزت. ايوه، واطلع له بقى الوايت فلاج اللي هو علامه الرايه البيضاء. استسلمنا كفايه. اي سرندر. طيب ايه الكتاب اللي ممكن يعني نقفل بيه، كتاب مرجع نستخدمه في حاله ان احنا نفهم اكتر عن الراجل، نفهم اكتر عن الست؟ والله من الكتب اللي يعني لم تفشل في ان هي تخاطب الجمهور كله والناس العاديه تقراه، يعني لغته بسيطه للقارئ. الكتاب بتاع جون جراي، Men are from Mars Women are from Venus. الرجال من المريخ النساء من الزهر. It's a fact والله. يعني يا جماعه الرجاله ليهم طبيعتهم والسيدات ليهم طبيعتهم، فاحنا لو فهمنا ده هنرتاح مع بعض. اللي هو يعني احنا طبيعتنا مش زي بعض، ليه بطالب الطرف التاني انه يبقى شبهي؟ ما ينفعش. بس ستيل احنا محتاجين الانرجي بتاعت بعض، فكل واحد محتاج الطاقة بتاعت الطرف التاني بشكل ما. ان انا اخد الطاقة دي بالشكل اللي يبسطني انا ويسعدني دي حاجة، وان انا اخد الطرف التاني على مزاجي انا دي حاجة تانية مؤذية. اللي هو انا بقول له ابقى حد غير نفسك، ودي من الريد فلاجز بقى، ان انا بصدر للشخص طاقة انت كويس بس محتاج تبقى كذا، انت كويس بس محتاج طب ما هو انا كده ما بقتش كويس، ما تجيب الحد اللي كذا. بالظبط كده. شورت كات. الكتاب ده لطيف ان هو بيقول الحقيقة يعني ايه البير كده الواضحة عن طبيعة الرجالة كذا وطبيعة الستات كذا. فيا ريت لو سمحتوا نحترم طبيعة بعض ونفهم بعض. يعني أنا كست فأقول لك والله أنا بطبيعتي بهتم بالتفاصيل، فأنت ترد أنا كراجل يعني يهمني التوتال الصورة النهائية. فتقعد الست ترغي 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 في تفاصيل، والراجل يعني قاعد بيسقط منها بينام مش قادر يكمل. طب ما نفهم بعض من أول. بالظبط. فأنا لو قلت لك معلش محتاجة إنك تسمعني، الراجل بقى دايما حد بيدور على سولوشنز، حلول بطبيعته، بروتكشن، انا عايزه احللك، عايزه اتصرف، فيفضل طيب ما تعملي كذا، طيب ما المفروض تعملي، طب سيبيني عليهم وانا هعمل لك كذا. يا عمي اهدى، هي عايزه مش عايزه سوليوشن، هي عايزه ترغي، listening، تحب ترغي وعايزه حد يسمعها، وانت المفروض الحد الكلوس ليها. لان لو ما عملش كده للاسف هي هتروح لكوتش عشان يسمعها. جدا احنا نسمعها. انا مبسوط جدا، واتمنى ان انت تكوني برضو اتبسطتي معانا جدا جدا. تسلمي بجد. هي وقت صغير ولكن معلومات منظمه مرتبه تخلي الواحد يقدر ياخد قرار انا افسخ خطوبتي ولا اكمل. فده كان الجول بتاع الحلقه. انا طبعا انا هختم على الشباب والناس اللي بتتفرج علينا ونسالكم شويه الاسئله اللي احنا بنسالها في اخر كوتشنج سيشن، زي ايه اللي نور معاك النهارده؟ السؤال التاني ايه اول اكشن هتاخده في العلاقه اللي انت فيها؟ السؤال الثالث
ايه التعديل اللي ممكن تعمله عن نفسك علشان ما تبقاش انت عندك ريد فلاج. شكرا لكم ونشوفكم في حلقة تانية. يعني ان شاء الله مستمتع ان اول حلقه. الله يكرمك. عايز الاختبار ده يبقى اسرع من كده. التفاصيل عشان اللي مش متخصص يفهم. فاهمك. صح. فده هيلبسك هنبتدي من اول جديد، حاجه بسيطه سيمبل الشخص العادي يفهم ده. حاضر فهمت. اختصر خد اللي احنا يبقى حضرتك مش هنكتب كله. بتقولي 1 وبتشرحيها 3 خطوات و2 بتشرحيها، يعني ماشي. صح كده؟ اديله الطريقه الشرح اللي هو يفهم يطبق ده، لكن انا لا. استاذ عبد الله عايزين مناديل. حاضر ازاي؟ ايوه مناديل وراجع عبد الله عتاوي. معلش انا مدرسه وبحب الصبابير. حاجه الصبابير. احنا نستخدم في الترجمه بعد كده، صح؟ في الترجمه صح؟